بتعيش حرة في مياه عذبة أو مياه البحار. بعضها بيكون برمائي أمفيبيوس. الجسم بيكون سوفت وغير مجسد، وبيكون محاط بغلاف غدي. بيكون مغطى عادة بصدفة. عندها جهاز هضمي متطور مع لسان خشن يسمى الراديولا. الأعضاء التنفسية على شكل خياشيم جلز يطلق عليها تندية. التكاثر بتاعها بيكون جنسي. الجسم بتاعها بينقسم إلى head, visceral mass, muscular foot and المنتل. المنتل بتاعها بيفرز قشرة من النوع الكالكيريوس شيل، والتي قد تكون خارجية أو داخلية. الماسكولار فوت تستخدم للحركة. هي تاني أكبر شعبة، بتضم أكتر من 100,000 نوع، معظمها بيكون بحري. بتعيش في بيئات مختلفة من أعماق البحار أو البيئات الأرضية ترستيريال. بتلعب دور مهم في النظام البيئي الإيكوسيستم كحيوانات راعية ومفترسة ومتغذية بالترشيح. بتوفر بعض المجوهرات واللؤلؤ للبشر كزينة. Classification of الملاصقة. تنقسم شعبة الملاصقة إلى 7 فئات رئيسية. أول حاجة أبلاكوفورا، هي تشبه الديدان، ما بيكونش عندها شل ولكن عندها أشواك وبتعيش في بيئة مارين. مونوبلاكوفورا، هي بتكون سنجل كاب لايك شيل، هي صدفة واحدة تشبه القبعة. اكتشفت عام 1952 ولكن يعتقد أنها انقرضت. البولي بلاكوفورا، هي صدفة ذات 8 صفائح وقدم عريضة. الجاستروبودا صدفة واحدة. البايفولفيا هي صدفة ذات جزئين منفصلين وتتغذى بالترشيح. السيفالوبودا هي مفترسة، بعضها بيكون بقشرة أو بعضها بيكون بدون قشرة. السكافوبودا هي تابيلر شيل، صدفة أنبوبية بتكون مفتوحة من الطرفين. فايلم ملاصقة كلاس بليسيبودا، هي بتكون صدفتان متشابهتان، بتكون في صورة معكوسة ومبتكونش متساوية في الأضلاع. بتعيش في بيئة مارين وبيئة فريش ووتر. بيكون لها أجسام مضغوطة جانبيا، تكون محاطة بصدفة تتكون من تو هينجد بارتس. البايفالفيا ما بيكونش عندها رأس، كما أنها تفتقر إلى الراديولا، ودي بتكون common feature ليها. الراديولا دي بتكون عبارة عن هيكل يشبه الشريط مغطى بالعديد من صفوف الأسنان الصغيرة التي تستخدم في التغذية، وبتكون مدعمة بهيكل غضروفي يسمى الأودونتوفورا، يمكن أن يبرز أو ينكمش لأغراض التغذية. الأغلبية منها بيتغذى عن طريق الترشيح الفلتر فيدرز، حيث تستخرج جزيئات الطعام من الماء. تطورت الخياشيم الجلد إلى محريات تسمى التندية، وهي أعضاء متخصصة للتغذية والتنفس. تدفن معظم البايفالفيا نفسها في الرواسب، بحيث إنها تكون آمنة نسبيا من الافتراس. البعض الآخر منها ممكن يكون في قاع البحر أو يلتصق بالصخور أو الأسطح الصلبة الأخرى. في بعض منها بيحفر في الخشب أو الطين أو الحجر وبيعيش داخل المواد دي. بعض البايفولفيا زي السكالوبس تستطيع السباحة. البايفولفيا الصدفة دي بتتكون من كربونات الكالسيوم وتتكون من جزئين متشابهين عادة يطلق عليها الفولفز. تتصل الفولفز دي ببعضها البعض على طول حافة واحدة تسمى الهنج لاين. بيتراوح أحجام البايفولفيا البالغة من أجزاء من المليمتر إلى أكثر من متر في الطول، ولكن الغالبية منها لا يتجاوز طولها 10 سنتي. لو حابين تعرفوا أكتر عن الجيولوجيا تابعونا في الفيديوهات الجاية.